ساعات جسمك بيقولك لأ وانتي مش بتسمعيه عشان بتكون في حاجات تانية صوتها أعلى بكتير في حياتك، وهو دوت بالظبط اللاتيه، حاجة بنشربها عشان تفوقنا وتخلينا نكمل حتى لو احنا مش بنحب طعم القهوة. Welcome back لسيزن 2 من لاتيه. في السيزن دوت هنتكلم على ازاي تقدري ان انتي تاخدي بالك من جسمك عشان جسمك ما يقولكيش لأ. hello and welcome to the podcast. النهارده الابيسود بتاعتنا مختلفة شوية. أنا موجودة في كندا ومعايا الجاست بتاعتي آلاء موجودة في مصر، فاحنا بنعمل virtual podcast النهارده، حاجة extremely interesting بس يعني a lot of fun. ازيك يا آلاء، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سارة، عاملة ايه؟ I am good الحمد لله. alright، عرفينا بنفسك يا آلاء، من أنتي؟ أنا آلاء أحمد، ليدرشيب كوتش. بشتغل دايما مع البيزنس اونرز أو التيم ليدرز أو المانجرز، سواء لسه بادئين شغل ولسه بيتعلموا يعني ايه أدير وازاي أكون قائد وازاي أساعد التيم بتاعي وأعرف أتواصل معاه، أو حتى الناس العادية اللي زينا، اللي هو مثلا هي مامي أو هي مسؤولة بشكل أو بآخر عن البيت، عن الناس اللي في حياتها، ومش عارفة تتعامل ازاي او تتصرف ازاي او توفق ما بين بيتها وشغلها والناس والمسؤوليات اللي موجودة في حياتها. حلو قوي، thank you يا آلاء. I think ان آلاء كده اختصرت لكم يا بنات هي بالظبط بتعمل ايه. عندي ليكي بقى a lot of questions يا آلاء. أنا كبنت عندي بيزنس، قررت إن أنا هستلف آلاء يا بنات وهجيبها معانا إن هي هتردي على كل الأسئلة اللي عندي في كذا حاجة. تعالي نبتدي، أحكي لك مشكلتي وتعالي نبتدي مع بعض كده، قولي لي إحنا هنعمل إيه. أول مشكلة عندي هي إن أنا حاسة إن أنا مش fulfilled، بمعنى إن أنا عندي البيزنس بتاعي، عندي التيم بتاعي، ابتديت يبقى خلقي ضيق جدا مع التيم وحاسه ان انا مش فولفيلد خالص. فحاجه زي كده تنصحيني اعمل ايه علشان اتخطاها؟ اول حاجة بنحتاج ناخد بريك. احنا بننسى نفسنا امم دايما لما بنبقى الشخص المسؤول وعنده تيم وعنده شغل، سواء بقى بيزنس اونر او مانجر عادي. دايما بنتسحل في الشغل وبنحس اللي هو طب هنخلص الحتة دي ونكمل، هنخلص الحتة دي بس وهاخد بريك، خلص الحتة دي واطلع رحلة. وبننسى انه الحتة ما بتخلصش. يعني لو ركزنا شوية دي هنلاقي انه حقيقه. الشغل عمره ما هيخلص. بس الفكرة كلها انه انا اعرف ادي لنفسي بريك وسط زحمة الشغل، وان انا اعرف اقسم ما بين جوانب الحياة بتاعتي كلها، ما بقاش طول الوقت متارجت حاجة معينة. امم عشان نبقى متفقين، صعب ان احنا نعمل توازن 100%. صعب اللايف ورك بالانس اللي احنا بنتكلم عليه الاسطوري ده انه يحصل طول الوقت. اكيد في اوقات احنا بيبقى في سن مثلا صغير شويه، في العشرينات والثلاثينات والاربعينات كمان، بنبقى حابين ان احنا نبذل اقصى ما عندنا في الشغل. فالشغل بيبقى باريوريتي عندي، بيبقى حاجه امم اساسيه او حاجه انا حاططها نمبر 1. فطبيعي هبقى بديله وقت اكبر من باقي جوانب الحياه، بس ده مش معناه ان انا انسى او الغي باقي الجوانب وابقى مركز في الشغل بس. لانه اصلا كتير كتير قوي يا ناس كبيرة هنبقى بنشوفهم في حياتنا، هتلاقي نفسك بتاخدي بالك ان هو قرر ان هو يعتزل شغله ويسيب كل الاحلام اللي هو حلمها وكل الحاجات اللي هو حققها ووصل لها ديت، واخد اجازة وبدأ يلف العالم و دي انا تقريبا دلوقتي من غير ما اكبر يعني بقى انا كده على طول. باي باي. كده دلوقتي ده معناه ان انا عرفت قيمة ان انا اخد اجازة. ما امم سبتش شغلي، ما ضيعتش احلامي، وما ضيعتش كل حاجه انا بعملها. الحمد لله انت شغلك ماشي. فدي فكره بقى ان احنا بنقول ان يبقى في تنظيم، وان انا يبقى عندي تيم مش معتمد عليا 100%. لو انا مشيت الدنيا هتخرب. فدي حاجه امم مهمه. يعني اول حاجه لازم اخد بالي ان انا لازم اخد بريكس واجازات. تاني حاجه مهم جدا 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 ان انا ابقى باني تيم كويس، حاطط امم بلان زي الفل. عندي ليكي سؤال. انتي بتقولي ان احنا اول حاجه محتاجين ان احنا نعملها ان احنا ناخد بريك، تاني حاجه ان احنا يكون عندنا تيم كويس. من وجهة نظرك كشخص اشتغل مع بنات عندها بيزنس وشاف حاجات كتيرة جدا، انت رأيك يعني ايه تيم كويس؟ يعني ازاي
بالمعنى كده الساينتفك زي ما بيقولوا، ما هو معنى التيم الكويس من ناحية ساينتفك؟ هقول لك جملة اتقالت لي في ايفنت وعجبتني قوي، ويعني او حسيت انها بتلخص اللي انا بقوله دايما، امم. انه التيم ليدر بيدور على الحاجات اللي في الناس في التيم بتاعه اللي ما بيعرفش يعملها. امم. حسيت انه يعني ممكن دي حاجة كبيرة ومهمة، بتختلف من شخص لآخر ومن شغلانة للتانية كمان. امم. يعني على حسب الكواليتيز اللي أنا محتاجاها في الفريق، على حسب الفريق ده بيشكل إيه، هل هو ماركتينج ولا هو بيزنس ولا هو إيه وضعه بيعمل إيه. كل حاجة كل شغلانة بيبقى ليها حتت معينة كده، مهم بالنسبة للتيم ليدر إن هو يغطيها، عشان يقدر إن هو لو هو مش موجود أو لو هو يبقى ما في حد عندوش ياخد خبرة في مكانه. الحتة دي، حد هياخد مكانه، حد هيعرف يتصرف، وهيتصرف التصرف اللائق، مش هنقول امم. الصح، يعني الأصح، فاهمة، الأقرب للصح بالظبط. يعني. فدي أهم حاجة. مفيش وصفة سحرية للتيم ليدر، مفيش إن هو ده يعني، أو هو التيم ده كده أنا لو جمعت واحد اتنين تلاتة أقدر أقولك إن أنت كده معاكي التيم التمام التمام. مهم إن التيم اللي معايا يبقى عنده نفس الvalues. دي نقطة إحنا دايمًا بننساها. أنا دايمًا باجمّع الteam امم. بناءً على qualities حلوة جدًا، CV فظيع، وبانسى إن الشخص اللي قدّامي ممكن يبقى جاي عشان هو عايز خبرة من المكان، فأول ما هياخدها هيمشي. ممكن يبقى امم. جاي عايز مرتب معين، أول ما يلاقي أعلى منه هيمشي، امم. وهكذا. فمهم إن اللي جاي ده عنده core value، وحتى لو هو ما عندوش core value أنا باخلق core value للتيم بتاعي، زي ما بنقول كده بنلفهم حواليها عشان خاطر ما يمشيش ويسيب التيم في أي وقت من الأوقات، ويبقوا كلهم بيشتغلوا لنفس الهدف. يبقى كلهم امم. بالنسبة لهم هم موجودين في المكان ده مبسوطين وبيحققوا نفس الحاجة. وده برضه بيتم أو بيساعده فكرة إن الteam leader بيعرف يتواصل مع كل واحد موجود. طيب احنا قلنا حاجة مهمة قوي في النص كده، حسيت ان احنا ايه، عايزين نرجع لها تاني. انا دلوقتي لما هجيب حد يشتغل عندي في التيم، الشخص دوت يكون اشطر مني في الحاجة اللي انا بقدمها، تقولي ايه للناس اللي مثلا لما بتكون بتعمل انترفيو لحد وتلاقي ان الشخص دوت شاطر قوي قوي قوي، تقولك لا انا مش هجيبه، انت جاي تعمل نفسك مش عارف ايه عليا، اه انت جاي تعلي عليا، ايه الهزار ده؟ فازاي انا كبزنس اونر اتعامل مع الايجو بتاعي في حاجه زي كده، وازاي اتعامل مع الشخص دوت كويس ان انا استفيد منه، وفي نفس الوقت ما احسش بقى انا نفسيا ان انا فاشله وان انا مش عارف ايه وكده. أول حاجة أصلا بنعلمها لأي business owner أو team leader، أو من أهم الحاجات اللي بالنسبة لي مهمة تكون في الskills بتاعته، إن هو يكون عنده قدرة أو قابلية على التعلم. دي امم. بتكسر الإيجو اللي أنت بتتكلمي عنه. دي امم. بتخلّيه عارف إن هو يعني عمره ما هيبقى عارف كل حاجة، الكمال لله وحده. أنت عمرك ما امم. هتبقى متعلّم كل حاجة وعندك خبرة في كل حاجة، أو أحسن من كل اللي موجودين، ده حاجة شبه مستحيلة. الفكرة كلّها إن الteam leader أنت اللي بتزرع جواهم فكرة الteam working. إحنا كلّنا امم. بنشتغل على هدف واحد، فإحنا المفروض كلّنا مع بعض يعني إيد واحدة، إحنا مش في جو تنافس. فأنا مهم إن أنا ما ابقاش باقارن ما بين نفسي وما بين الشخص اللي أنا جاية أعينه ده، ده مش حاجة امم. منطقية. أنت كده أنت الteam leader بتاعه. مهم إن أنت تدّي له تقديره، بس في نفس الوقت ما تلغيش وجودك، لإنه إحنا ساعات بنعمل غلطة كده، اللي هو أنت شاطر، أنت جامد، أنت تقدر، فهاقعد أنا على جنب وأنت اشتغل يا معلم. حلو جميل إن هو يشتغل، أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أدّي له صلاحيات كويسة طالما هو الqualities بتاعته تسمح، بس ما ينفعش ألغي وجودي أنا أو سُلطتي أنا كمدير، كأنا امم. الشخص اللي بيقود، أو مش ديكتاتورية أوي يعني، بس برضه still الرأي الأول والأخير المفروض يرجع لي أنا. إنه حتى لو في ليهم صلاحيات، لازم في وقت من الأوقات الصلاحيات دي هتُقف عند limit معيّن، الحتّة الزيادة دي بتاعة الteam leader. مش هنقدر نستغنى عنها مهمًا كان الteam متفاهم والteam leader ديمقراطي. لازم يبقى امم. في حتّة زيادة للteam leader، عشان
عارفة فكرة المركب والمريسين اللي تغرق اللي احنا بنقولها طول الوقت دي؟ اه اه هي نفس النظرية، انه لو في اكتر من شخص بيدي رأي، في وقت اللي موجودين في التيم دول ممكن يختلفوا، ويبقى ما فيش اوبشن ان احنا نحكم ما بينهم. عايزين حد مم. بقى من بره التيم يجي يقول الفاينل ديسيشن. مم. فالمهم ان الفاينل ده يبقى بتاع التيم ليدر. انت عارفه ان انا عملت الغلطه ديت اول ما ابتديت البيزنس بتاعي. آم، كان في حد معايا في التيم، انا كنت عندي استراجل كبير قوي ما بين ان انا احط باوندريز وان انا احسسهم ان انا اكون مديره كويسه وطيبه وكل الكلام الجميل ده. لدرجه ان في شخص ما يعني كان عندي في التيم، هو كان بيتعامل ان البيزنس بتاعه، وكان يعني لدرجة ان هو مرة وصل لما انا بقى ابتديت احط باوندريز وابتديت اتعلم ان لا يعني ما ينفعش لما القرار الاخير هيكون ليا وكده. جه قال لي ايه سارة، انا عايز اسالك سؤال، هو انا شريكك ولا موظف عندك؟ وساعتها عملت كليك كده عندي، اللي هو لا انا واضح ان انا يعني اديتك سبيس كبير قوي زيادة عن اللزوم. فديفنتلي انا عملت الغلطة ديت اول ما ابتديت. بس عايزة اسالك بقى السؤال في الحتة دي. انا دلوقتي عينت حد عندي في التيم، والحد دوت انا مش مبسوطه من البرفورمانس بتاعه. يعني احنا كل الناس وكل الكوتشز يقعدوا يقول لك حسس الموظف ان هو كويس، حسس الموظف ان هو مش عارف ايه. طيب انا دلوقتي حد عندي مش عامل شغل كويس، ازاي اتعامل مع الشخص ده؟ على حسب، هو مش شايف شغله ولا مش عارف اللي هو بيعمله. يعني ساعات بيبقى في مشكلة ما بين المعلومة اللي أنا قلتها والمعلومة اللي وصلت له، مش هي. فهنا بيبقى مم. الشخص ده في حاجة وقعت في النص، هو مم. ما اقدرش الومه، انا ما عرفتش اوصله المعلومة كويس، او هو ما مم. فهمنيش صح. دي واحدة. التانية فكرة ان هو ممكن يبقى مكسل. دي مشكلة كبيرة. انا ليه مكسل؟ انت ليه مش بتشوف شغلك كويس؟ هنا هبدأ مثلا ان انا اتكلم واحدة. طب معلش هقطعك في النقطه دي. احنا هنا نتصرف ازاي؟ يعني انا اعرف منين اصلا عشان اخد الاكشن؟ ايه هو بقى اتكلم معاه؟ اتكلم معاه مم. انترفيو على الضيق كده صغنن. احنا بالنسبه لنا الانترفيو ده اللي بنعمله ما بيننا وما بين الشخص الجديد. لا، مم. الانترفيو ده المفروض بنعمله طول الوقت ما بيننا وما بين كل واحد في التيم. مم. بقول بقى على الفيدباكس الحلوه الاول، وبعد كده ببدا اقول على الوحشه، وباخد بالي مم. وانا بدي فيدباك ان انا مش بعيب الشخص او بعيب حاجه في شخصيته. دي حاجه مهمه جدا، عشان بالنسبه لنا مم. كمان في مصر بنبقى واخدين الموضوع بشكل شخصي ويعني ومهين جدا. ومع ان اصلا انت الغرض من ان انت تقول فيدباك صح ان انت تحسن من الكواليتيز بتاعت الشخص اللي قدامك. والعكس مم. برضو، ان انت لما هتستنى منه كتيم ليدر فيدباك هتبقى مش مستني منه انه يشتمك، انت اكيد هتبقى مستني منه ان هو بالظبط هو يقول لك حاجة كويسة. احنا مثلا هقول لك حاجة، لما كنا بيعملوا عندنا، عارفة السيرفيز اللي بيعملوها ديت، بيعملوا في الكلية انه مثلا انت تقول رأيك في الدكتور الفلاني ده عشان خاطر دايما ما كانتش بتتعمل الا لو هما مش هيحطوا اسامينا على البتاع. محدش كان بيرضى يعملها من غير ما يعني واسمه مكتوب. استحالة الا لو الدكتور يعني احنا بنحبه. غير كده اه مستحيل تلاقي حد بيرضى يحط اسمه على حاجة من الحاجات ديت. فهي دي النقطة، انه دايما الاعلى على الاقل في البوزيشن احنا بنخاف نديله فيدباك، ودي كارثة. امال انا هتطور ازاي؟ هتعلم ازاي؟ هعرف ان انا عندي ديفو في الحتة الفلانية ازاي؟ ما هو لو انت يعني انا المفروض اخلي التيم بتاعي يديني فيدباك عليا؟ يس على شغلي، مش عليا اوكي. كشخص، اه على اوكي شغلي. اوكي فهمتك. هل انا بعرف اتواصل معاهم صح ولا لا؟ لو انا في ميس اندرستاندينج، لو في تصرف صدر مني ضايق حد فيهم وانا ما خدتش بالي، ما انا بني ادم. أنا مش هفضل طول مم. الوقت 100% متواصل، اه 100% محافظ على التمبر بتاعي، 100% بعمل كل حاجة. ما فيش حد بيرفكت كده. بس هي مم. الفكرة كلها انه لو احنا ما بينا تواصل صح ومظبوط، هم هيعدوا لي كتير. بس لو حاجة جلت مني واحنا في ما بيننا التواصل والأريحية دي، هيجوا يقولوا لي. هي دي بقى اللعبة، انه انا زي ما انا بدي فيدباك صح،
وانا بدي فيدباك صح اصلا بعلمهم ازاي يدوني فيدباك صح. اوكي، حلوه الحته دي. انتي الطريقه اللي اتكلمنا فيها في البودكاست ابيسودز اللي فاتت، الطريقه اللي بتكلمي بيها التيم بتاعك هي الطريقه اللي التيم بتاعك هيكلمك بيها بعد شويه، صح؟ it's very very interesting. طيب، في حاجه تانية عايز تقوليها قبل ما اخش على السؤال التاني؟ انا عماله ارمي عليكي اسئله ايه. الفكرة بتاعت اللي انت بتقولي عليها بتاعت انه زي ما انت تحب التيم يكلمك انت تكلمه، او زي ما انت امم بتحترم الشخص اللي قدامك هو هيحترمك. هي نفس نظرية ان انت قدوة. عارفة فكرة بابا وماما، ان احنا اه بنقول حاجة وبنعمل عكسها، اه فتلاقي الطفل دايما بيعمل زي ما انت بتعمل مش زي ما انت بتقول. نفس النظرية. ما ينفعش طول الوقت اديهم في ethics واقول لهم على حاجات يعملوها وفي الاخر هم ما بيعملوهاش ليه؟ عشان انت ما امم بتعملهاش. الموضوع بسيط. انت من غير ما امم تقعد تدي محاضرات، انت لو بتعمل الواحد اتنين تلاتة اللي انت عايزهم يعملوها دول، هم هيعملوها باي ديفولت مع الوقت. حلو قوي. عايزه بقى اسالك سؤال تاني كويس جدا. احنا اتكلمنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نشخصن الحاجه. اكيد في السيشنز مع كلاينتس بتوعك اكيد بتلاقي ناس قاعده مش طايقه نفسها ومشخصنه، ده جاي يوقع لي الشغل، ده جاي يبهدل لي الدنيا. ازاي نفسيا كبزنس اونر اتعامل مع حاجه زي كده؟ هنرجع لنقطة انه احنا كمصريين مش بنعرف ندي فيدباكس، فاحيانا بنخلط وبنقول فعلا بنعيب فعلا في الشخص وفي عيوبه الشخصية، ويمكن كمان نيجي على حاجات هي بتضايقه هو كشخص. يعني هو امم نفسه يا عيني لسه مش عارف يتعامل معاها او بيحاول يحلها بس بالتدريج. فالفكرة كلها ان دي نقطة كبيرة، يعني وفعلا ساعات بيبقى هو غصب عنه، هو اللي قدامه فعلا بيشخصن من الامور. تاني حاجة بقى، بعيدا عن ان هو فعلا بيشخصنها ولا لا، في ناس فعلا بتبقى ستريسد ومش عارفة تفصل ما بينها وما بين الفيدباك اللي بيتقال. امم فدايما بنقول فكر نفسك طول الوقت وانت شغال انه ده مش قصده عليا انا، ده هو قصده على الشغل بتاعي. طب هو يمكن يقصد حاجة تانية. عارفة فكرة ان انت تحطي نوايا طيبة او اه تحسني الظن في الشخص اللي قدامك، اه بتيجي مع التدريب. الموضوع مش سهل عشان نبقى متفقين، بس مع الوقت هتبقى دي الفكرة الكويسة اللي بتيجي في دماغك باي ديفولت، اللي هو لا 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 هو ممكن يكون ما كانش قصده. وعلى فكرة في نوع من الكلاينتس بيبقى العكس، يعني هو بيجي هو بيس ميكر لدرجة ان هو ممكن يكون التيم بتاعه بيشتمه وهو اصلا لا 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 هو ما كانش قصده، لا هو قصده يعني اصحى معانا، عارفة اللي امم هو كده. ففي اه كده وفي كده. اه فمهم انه احنا بندرب نفسنا. يعني في حاجات ما بتجيش مرة واحدة، اللي هو لا انت هتدرب نفسك مع الوقت ان انت تفصل ما بين الحاجة اللي بتتقالك وما بين انت. والاهم بقى من كل ده ان انا لازم ابقى عارف نفسي كويس. لو انا ما عنديش سيلف اويرنس وانا مش عارفة انا مين والكواليتيز بتاعتي ايه، والكلمة اللي بتتقال لي دي ممكن فعلا افكر فيها ولا لا. يعني لازم يبقى لما انا ببقى عارفه نفسي كويس بيبقى عندي فلتر كده يا ساره، اللي امم هو مش اي كلمه هتتقال لي هصدقها او هفكر فيها. انا عارف ان امم انا عندي ديفو مثلا في كذا، او ممكن اكون عندي ديفو مثلا في الحته الفلانيه، او فلان لفت نظري لحاجه معينه. بس امم مش اي حد هيقول لي اي كلمه. ساعات في ناس بتبقى قصدها تجرح، خصوصا لو مش بس التيم. عارفة فكرة مثلا الشركات الكبيرة اللي بيبقى فيها أكتر من مدير، هما اه بيبقوا لو هو مثلا تيم ليدر لفريق معين أو لتيم معين، بيبقى في حد تاني في تيم تاني بس هما غاويين يغلسوا على بعض. متفهميش ليه؟ اللي هو في حد فهماكي. بيبقى طبعه كده يا جماعة. امم خلاص يعني هو ربنا يهديه ويهدينا. فهنا انا مهم قوي ان انا اخد بالي وانا ابقى كاسب قلوب التيم بتاعي قبل ما ابقى كاسب عقولهم. هو مش كل حاجة يعني ورقة وقلم. ورقة وقلم مهمين، ما عنديش، ما انا ما عنديش شك مع الموضوع ده. بس انت مهم ان انت تبقى واصل لقلوبهم قبل عقولهم، عشان لما حد يجي يقول لك فيدباك او كده، هم اول ناس هيبقوا في ظهرك وهيقولوا لك الفيدباك ده فعلا صح وهم شايفينه ولا لا، ما تسمعش ليه. حلو قوي. alright، عايز اسالك اخر سؤال. دلوقتي انا بصراحه استفدت جدا من السيشن، انا عامه بستفيد منك كتير اصلا في المطلق يعني. لو انا عايزه احجز معاكي سيشن، احجزها منين؟ الويب سايت بتاعنا موجود.
ممكن نحجز في اوبشنز كتيرة. يعني عندنا مثلا السيشن الواحدة، عندنا الليدرشيب سيشنز دي بتبقى 5 سيشنز بناخد فيها تفاصيل معينة كده. يعني بنتكلم عن السكيلز بتاعت الليدرشيب، بنتكلم على الستايلز والمانجمنت برفورمانس. كل الحاجات ديت بالنسبة لنا مهمة أو أساسية لأي ليدر في الدنيا، أيا كان هو البوزيشن بتاعه إيه، لازم يكون عارفها وبيتعلمها. فدول بالنسبة لي بحس ان هما يعني 5 بس فيهم الخلاصة. لو حد مش عنده مشكلة معينة، هو لسه بادئ يترقى مثلا، او شايف ان هو من البوزيشن مش شبهه قوي، فهو عايز يبقى ليدر مظبوط او مرتاح. مم. وفي اللي هي بتاعة البيرسونال العادية، لو حد أصلا عنده مش حاسس إن إحنا عارفة في وقت إن إحنا بنبقى متلخبطين، مش عارفين نحط لايف جولز كويس، مش عارفين نعمل أهداف مثلا للسنة، الحاجات دي كلها برضو هنلاقي البيرسونال سيشنز برضو هم 5. بس بنتكلم أكتر على اللايف جولز وعلى فكرة إنه إحنا نتعلم ازاي يبقى عندنا سيلف اويرنس وسيلف كونفيدنس والكلام ده. برضو مم. عندنا لللايف جولز في كورس. واخر حاجة هتلاقيها بعيدا بقى عن السيشن في الورك شوب بتاعتنا، لسه بنظبط الدنيا يعني فيها، بادئينها مؤخرا. كويسة وبتنفع وبتبقى مرة واحدة بس. مثلا لو حد عنده شركة وعايز يجمع التيم ليدرز بتوعه وياخدوا حاجات تبقى ادفانسد شوية، يعني يبقى هو متعلم ليدرشيب، ودي هتبقى حاجة ادفانسد بالنسبة لهم، ان هم تفاصيل بقى التفاصيل بتاعتنا دي. Thank you so much على السيشن العظيمة دي. أنا انبسطت جدا و I'm pretty sure إن البنات كمان انبسطوا جدا. إحنا هنسيب لكم في الديسكريبشن بتاع البودكاست كل التفاصيل بتاعة الويب سايت بتاع آلاء عشان تعرفوا توصلوا لها وتعرفوا تحجزوا السيشنز معاها. Thank you so much for coming to the session. بجد أنا انبسطت جدا، وإن شاء الله ما تنسيش ان انت لو بتسمعي البودكاست ديت تديها 5 stars في المكان اللي انت بتسمعي له، واعملي سبسكرايب لو انت بتتفرجي على اليوتيوب، وقولي لنا في الكومنتس في المكان اللي انت بتسمعي او بتتفرجي فيه على البودكاست ايه هي الاسئله اللي عندك لآلاء. وان شاء الله we will see you في الابيسود الجايه.